انا متشكره جدا يا جماعه عشان انتوا تعبتوا قوي عشان اثبات براءتي. الحمد لله ان احنا طمنا عليك يا بوسين. اميره مالك؟ لا مفيش، انا كويس. انا بقى عندي مشاكل في البنك بس مش اكتر. على فكرة المستشار بتاعي كان بيطمني عليكي كل شوية، كنت معاه لحظة بلحظة على التليفون. طب قولي لي بقى يا بصبص، هو السجن كان صعب؟ بالعكس اطلاقا، ده كان ألذ وقت في الدنيا. كنت بغني انا وصديقاتي المسجونات بلدي يا بلدي وانا نفسي اروح بلدي، بنغني ونرقص على فكره. بلدي مش مهم، المهم بص بص على الاسفلت بص بص على الاسفلت، ده عنوان منشات ماناش بهزر. اللي نزل خبر القبض عليا لازم ينزل خبر براءتي. حاضر هعمل كده. انا ليا حق الرد. اسمه حق الرد. مش مهم. وتنزلي لي جنبه صورة جميلة ليه، وتنزلي اسم البيكري وعنوانه. استنى ما اختار صورة. وايه كمان؟ ايه رأيكم في الصورة دي؟ حلو. ولا دي؟ طب والله الاتنين حلوين. بس انا بيتهيالي بوسين ما تنزليش صور خالص. ليه؟ انا رأيي كده برضو، احسن تمتص عين تجيب اجلك. طيب انا لازم امشي بقى، هبقى اطمن عليك يا بسبوس. اوكي، باي باي يا بنات. دينا انتي مشغولة في ايه؟ بدور على حجز اوتيل. محدش يعرف اوتيل حلو في العين السخنه، اصل بفكر انا ومالك نطلع. والله فكرة حلوة. انا بعد الكام يوم دول بتوع السجن محتاجة اطلع اروح البحر ورملة وبحر. انا هاجي معاكم. ايه؟ هاجي معاكم. ما تيجوا معانا كلنا يلا. لا مش عارفه، انا عندي شغل كتير. وانا غالبا يعني زيها كده عندي شوية ظروف. بالظبط. الحمد لله. والله فكرة حلوة يا مدام بوسينة، ما نطلع كلنا رحلة، ايه المانع؟ وعلى فكرة أنا عندي صديق عنده شركة سياحة وصديق تاني شريك في مجموعة أوتيلات، يعني يا جماعة الموضوع ده ما ياخدش مني 3 دقايق بالتليفون. طب ما ننزل الكلام ده بقى على الجروب بتاعنا عشان الناس كلها تعرف والناس كلها تروح العين السخنة معاكي انتي ومالك. مبسوطة يا دينا؟ باين عليها اهو. فعلا مبسوطة اهي. مامي محتاج فلوس، طالع رحلة، احجز لك؟ هروح كلاس تاني ان شاء الله. شكلك لقيتي نفسك. المهم بقى خلي بالك من نفسك عشان في ناس فيك كتير قوي في المجال ده. لا ما تخافيش عليا. المهم انت هتعملي ايه في الرحلة بتاعت بوسينة ودينا؟ لا ما اظنش، صعب. حسين مش بيحب التجمعات. والله شكلي كده ولا انا. امجد عنده شغل حتى في الويكند. ماشي يا روحي، هبقى اطمنك عملت ايه. باي يا حبيبتي، باي باي. دي كارمن؟ كنت بقول لها انا اشتركت في كلاس الطاقة. وايه موضوع السفرية ده؟ لا مفيش، ده بوسينة عاملة سفرية كده للسخنة لشوية ناس في الكومباوند، بس انا اعتذرت لها خلاص. طب ليه؟ ما تطلعي مع صحباتك وتتبسط. انا لوحدي من غيرك؟ ما انا عندي شغل انت عارفه، وانت برضه محتاجه تغيري جو على فكره، عشان ما تقوليش كمان ان انا حبسك وبعدك عن الناس. بصراحة يعني دي حاجة غريبة قوي. يعني من امتى انت بتوافق كده على كل حاجة، اليوجا والسفرية؟ لا كده عاجب ولا كده عاجب. لا ما اقصدش. انا شايف ان انت مودك بقى احسن لما بداتي تعملي حاجات مختلفه، وانا والله مش عايز حاجه من الدنيا غير ان اشوفك بتضحكي، فما عنديش مانع انك تعملي اي حاجه بس اشوفك مبسوطه. ماشي، شكرا. وانا هقوم اعمل لك حتة دين طبق شكشوكة يستاهل بقك عشان الكلمتين الحلوين دول. شكشوكة ايه؟ يا ساره انا هاكل بقول لك انا عندي حاجه حلوه يعني شويه كده واقول لك، بس اديني شويه واكلمك. خبر جميل. هنبتدي بالتوكيدات الإيجابية وبعدين تمارين الشفرات المسدودة. وتوكيدات النهاردة بالذات are very special عشان أختنا رنا. Let's get started. Close your eyes and take a very deep breath and slowly breathe out. أنا عندي كرامة. أنا راضية عن نفسي. أنا بعرف أعمل بلوك. هو ايه الهطل ده؟ ما كلنا بنعرف نعمل بلوك. أنا هتحصل لي حاجات حلوة.
انا مش هخاف تاني. 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 بقول لك ايه، انا خايفه. And slowly open your eyes. Take a very deep breath. And slowly breathe out. ودلوقتي نقدر نبتدي التمرين التاني، ازاي نخرج الطاقة السلبية. الدايرة اللي بندخل نفسنا فيها وتفضل توسع وتكبر واحنا مش شايفين اخرها فين. في ايه يا بنت؟ في ايه؟ خضتيني. فقد السحر؟ بعد اذنك ما تقطعش تركيزي، انا بحاول اشد الطاقه السلبيه منك. ايه اللي ده؟ ايه ابراهيم الابيض؟ استهدي بالله. على فكره الموضوع ده بجد وحقيقي وبيفرق والله. وانت رحتي مره بقى اتعلمتي كل ده؟ هو الموضوع اصلا مش محتاج خبره. بص هقول لك على حاجه، عايزك تسيب نفسك وركز معايا وعيد ورايا كل التوكيدات اللي انا هقولها دي، اوكي؟ سيب نفسك اهو. أنا ممتن لهبة الاستغناء لأنها تحررني. انا ممتن لهبلك قسما بالله. ترجعني كده تاني عادي. أقول لك على حاجة يا أمجد، أنا هسيبك كده غرقان في الطاقة السلبية اللي أنت فيها دي، وهدخل بقى أخد دش بشوية مية وملح، أوكي؟ خش خش بلاش هبل. خش. سارة هتعملي ايه في الويكند؟ للأسف معزومة عند عمامي. كل ما برجع لازم اقضي معاهم يومين 3. نشوف بعض لما أرجع. يا خسارة، ده أنا كنت فاضي يا شيخ. أمال مراتك فين؟ مراتي مسافرة مع أصحابها. معقول؟ وسايباك كده لوحدك؟ ما أنا قلت لها إن أنا عندي شغل يعني مش فاضي. ماشي، خلينا نعوضها مرة تانية إن شاء الله. يلا باي. أهو ده اللي طاقة سلبية، ده اللي بيحصل، ده اللي طاقة سلبية. نهلة، أنا غيرت رأيي وهاجي معاكي السفرية. مش هقدر أسيبك لوحدك، هتوحشيني قوي. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.